فيلمنا بيبدأ في مطبخ ضخم فيه مجموعة كبيرة من الطباخين اللي بيبقوا بيجهزوا أصناف هايلة من الأكل، وبيكون تحت إشراف مسؤول بيتأكد إن كل طبق يطلع بأحلى جودة ممكنة. واللي محدش يعرفه وقتها إن الأكل ده مش هيتقدم للناس بشكل طبيعي، لكنه داخل على رحلة أغرب بكتير مما نتخيل. بيصحى شاب من نومه في زنزانة مع راجل عجوز، واللي بيعرفوا إنهم بيكونوا في المستوى رقم 48، وده مستوى كويس جدا، وبيقول له كمان إنهم بياكلوا بقايا أكل المستويات اللي فوقيهم، وبالمستوى ده هيقدروا يحصلوا على كمية طعام من الأكل حتى لو بسيطة. وبنفهم هنا ان السجن ده غير السجون اللي شفناها قبل كده، وده لانه بيكون بمثابه حفره عميقه ممتده لتحت الارض، وفيها زنازين كتيره بتكون عباره عن مستويات. وبيبدا السجن بمستوى صفر، وكل ما بننزل لتحت الرقم بيزيد. وعشان نعرف كل تفاصيل السجن واللي بيدور فيه، نروح نكمل مع المسجون اللي في زنزانه 48، واللي بنعرف ان اسمه جورينج. وبيفضل جورينج يبص في الحفره ويشوف الزنازين اللي تحت منهم وكمان اللي اعلى منهم. وبيكمل كلامه الراجل العجوز وبيقول لجورينج ان صعوبه الامر هنا متعلقه بالاكل، وده طبعا متوقف على المستوى اللي بتكون فيه. فبيسالوا جورينج لو هيفضل مكمل في نفس الزنزانه دي مده حبسه، فبيرد الراجل ان المستوى ده بيتغير كل شهر، وانه في مره قضى شهر كامل في المستوى 132، وان لسه كان في مستويات كتير تحت لكنه ما يعرفش عدد المستويات الموجوده بالظبط. وبيفهم جورينج ان الراجل ده بيعرف معلومات كتير عن السجن هنا، وبيساله عن اسمه، فبيعرف ان اسمه تيري، وبيطلب منه ما يسالش اسئله تاني لانه مش من المنطق يقول معلومات لشخص ما بيعرفش حاجه عنه. لما بيطفي الضوء الاحمر في الزنزانه بياخد تيري المخده وبيقعد يستنى منصه الاكل تنزل من فوق، وبنعرف ان الضوء الاخضر ده معناه ان المنصه جاهزه لنزولها للزنزانه اللي عليها الدور. وطبعا كل الاكل اللي بيبقى عليها بيكون متحضر في مطبخ السجن اللي شفناه في اول الفيلم. واول ما المنصه بتنزل بيبدا تيري ياكل بسرعه وبشراهه كبيره جدا، وبيطلب من جورينج يجي ياكل، فبيرفض وبيبقى قرفان جدا من منظر الاكل. وبيفهم جورينج ان لو كل زنزانه فيها 2 مساجين وهم بيكونوا في المستوى 48، فالاكل ده عدى على 94 شخص قبلهم. فبيقول له تيري ما يقلقش، وان مع الوقت عددهم بيقل. وجورينج وقتها بيستغرب من كلامه، لكنه في وسط الاكل بيلاحظ تفاحه سليمه، فبيقرر ياخدها ويخليها معاه ياكلها وقت ما يجوع. وبعدها بتنزل المنصه للمستوى اللي تحت، وفجاه بترتفع حراره الزنزانه، وبيحس جورينج بسخونه شديده. ولما بيسال تيري عن سبب اللي بيحصل، بيقول له انهم هيتحرقوا هنا لو ما رماش التفاح اللي معاه، وده لان سياسه السجن بتمنع الاحتفاظ باي اكل بعد نزول المنصه فورا، وان كمان ممكن درجه الحراره تنزل لادنى حاجه وتجمده في مكانهم. جورينج بسرعه بيرمي التفاح اللي معاه في الحفره، وبترجع بعدها حراره الغرفه لوضعها الطبيعي. بعدها جورينج بيحكي لتيري عن سبب وجوده هنا، وبيعرفوا انه دخل السجن بارادته لانه كان عايز يبطل تدخين، وهيقضي فيه 6 شهور مقابل شهاده من اداره السجن هتفيده جدا في حياته العمليه. لكن تيري بيبقى متضايق ان جورينج هياخد شهاده وهو لا، فبيقرر يروح ينام وما يردش عليه. وبالليل اضاءه الزنزانه بتتحول كلها للون الاحمر، وبيقوم جورينج يشوف ايه اللي بيحصل، وبيقرب للحفره وبيبص لتحت، لكن تيري بيحذره انه يبعد. وفعلا فجاه بتطلع منصه الاكل لفوق بسرعه جامده، لكن وهي فاضيه تماما. وتاني يوم في ميعاد وصول المنصه تيري بيفضل ياكل، اما جورينج بيكون مصمم على موقفه وبيفضل رافض الاكل. وبيقول لتيري انه لسه ما عرفوش سبب وجوده هنا لحد دلوقتي. فبيبدا يحكي له تيري انه في يوم حب يشتري مسن للسكاكين اللي عنده، وفعلا اشترى واحد، وكان بيخلي السكينه حاده لدرجه انها كانت بتقطع الطوب. فبيرد جورينج انه من الاكيد سن السكينه وبعدها قتل شخص بيها. فبيعرفوا ان الموضوع اتفه من كده بكتير، وهو انه بعد ما اشترى المسن لقى اعلان في التلفزيون عن سكينه بتسن نفسها، فتعصب ورمى التلفزيون من الشباك، لكنه بيتفاجئ انه وقع على شخص وقتله. ولما خيروه بين مستشفى الامراض النفسيه وسجن المنصه، اختار انه يقضي عقوبته في السجن، وانه اتحكم عليه ب2 وقضى منهم سنه. بعدها تيري بيساله عن الكتاب اللي معاه، فبيقول له جورينج انه لما عرف ان مسموح هنا باصطحاب اي غرض هو عايزه اختار الكتاب ده. ولما جورينج بيساله عن الغرض اللي اختاره، بيطلع تيري السكينه اللي بتسن نفسها، وبيقول له انه اكيد هيحتاجها في يوم من الايام. وفي يوم بيكون جورينج بيقرا في الكتاب اللي معاه، وفجاه بيشوف جثه نازله من المستويات اللي فوق، وبيفضل ينادي على الناس اللي تحت علشان يساعدوه، لكن محدش بيهتم، وده بيخليه يستغرب اكتر من طبيعه المكان واللي بيحصل فيه. المهم بيمر الوقت وهو لسه في المستوى رقم 48، ومنصه الاكل بتنزل كل يوم زي المعتاد، والمره دي جورينج بيضطر ياكل منها لانه بيكون خلاص مش قادر يتحمل الجوع اكتر من كده. وبيقرر جورينج يسال تيري عن المستويات اللي قعد فيها طول فتره حبسه، فبيبدا يعرفه على ال11 مستوى اللي مر بيهم، وبيقول له ان الشهر اللي فات كان في المستوى رقم 132، والشهر ده بيكون في المستوى ده معاه. بياخد باله جورينج ان تيري قدر يستحمل الجوع في المستوى 132، على الرغم من ان المستوى ده الاكل على المنصه بيكون شبه معدوم، وان كمان من المفروض يكون في شخص كان معاه في نفس الزنزانه. لكن هما بيتكلموا بتنزل المنصه ويكون عليها واحده ست اسمها ميهارو، واللي بيبان انها مصابه بجروح في كل جسمها. بيعرف تيري جورينج انها متعوده تنزل مره كل شهر، وده على امل انها تلاقي بنتها
بنتها اللي اداره السجن اخدتها منها، لكن تيري بيحذره من التعاطف معاها، وده لانها بتقتل شريكها في الزنزانه قبل نزولها علشان لو لقت بنتها يكون في فرصه انها تقعد معاها. وبعدها بتكمل المنصه نزولها ومهاروا عليها، وبيلاحظوا ان المساجين اللي في المستوى اللي تحتهم بيعتدوا عليها، وبيفضل جورينج يصرخ فيهم ويطلب منهم انهم يسيبوها، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي مهارو رجعت تقعد على المنصه من تاني وبيظهر انها قتلتهم. بيعدي الوقت وجورينج بيبدا يتاقلم مع الزنزانه وكل اللي بيحصل في السجن، ويجي اخر يوم في الشهر وتيري بيعرف جورينج ان اداره السجن هينيموهم عن طريق غاز مخدر علشان ينقلوهم لمستوى جديد. وفعلا جورينج بيفوق وهو في زنزانه جديده، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه مربوط في السرير وبيفقد صوابه وبيفضل يصرخ، وبيطلع ان تيري هو اللي ربطه، وبيعرفوا انهم اتنقلوا للمستوى 171 وان ده مستوى مستحيل يوصلوا اي اكل، وانه راجل عجوز ومش هيقدر يستحمل الجوع اكتر من اسبوع، وبعدها هيبدا يقطع من لحمه، وبيأكد له انه هيحاول يشوه بس لكن ما يموتوش، وده علشان جثته ما تعفنش ويعرف ياكل منها لاخر الشهر. وجورينج بيكون مش مستوعب اللي بيعمله وبيترجاه ما يجيش عنده، وبيقول له انهم ممكن يعيشوا على الميه طول الشهر. تيري بيقول لجورينج انه بيكون شخص كويس وطيب، لكن لو هو اللي كان مكانه كان هيضطر يعمل كده عشان يعيش، ويختار انه ياكل بدل من انه يتاكل. فبيصرخ جورينج في وش تيري وبيعرفه انه شخص قاتل، فبيرد تيري انه مش قاتل، هو بس بيكون خايف من الموت. وفعلا بتحضر المنصه وهي خاليه تماما من الاكل، وان كل اللي عليها مجرد اطباق. وبيعدي اسبوع على تيري من غير اكل زي ما اتفق مع جورينج، لكنه بعدها بيستسلم للجوع وبيقرر يقطع حته من جسم جورينج ياكلها علشان يقدر يعيش لاخر الشهر. وبالسكينه اللي معاه بيقدر يقطع حته من رجله، لكن فجاه ميهارو بتنزل من على المنصه وبتضربه بازاز على دماغه، وبعدها بتروح تاخد السكينه وبتجرحه في رقبته، وبعدين بتروح تحرر جورينج وبتديله السكينه، وبصعوبه جورينج بياخدها وبيطعن بها تيري لحد ما بيموته. وبيفوق جورينج تاني يوم وبيشوف ميهارو وهي بتاكل من جثه تيري، وبيلاحظ ان رجله مربوطه، فبيفهم ان ميهارو هي اللي عملت كده، وبتروح تديله حته من لحم تيري علشان ياكلها. ولان جورينج بيكون خلاص هيفقد وعيه من الجوع بيوافق انه ياكل، وبتفضل ميهارو تساعده وبتشربه بميه، وبيسالها جورينج عن اسم بنتها، فمش بترد ميهارو، وبتقعد على منصه الاكل عشان تكمل نزولها للمستويات التانيه. وبيعدي الوقت وبتكون جثه تيري بتتحلل خلاص، وبيكون قاعد جورينج ياكل منها بالليل، وفجاه بيتخيل تيري واقف قصاده في الزنزانه وبيواجهه بالحقيقه وانه ما يتخيرش عنه وقاتل زيه بالظبط. فبيحاول جورينج يبرر لنفسه وبيقول له ان هو اللي دفعه لكده، لكن تيري بيعرفه انه استغل عجزه في الدفاع عن نفسه وقتله، في حين ان هو ما كانش عايز يقتله وكان هيكتفي بس بتعجيزه. وفي اخر يوم في الشهر بيصحى جورينج على صوت كلب، وبيلاقي نفسه مع واحده ست اسمها جيري، وهما الاثنين في المستوى رقم 33. وبيستغرب جورينج ان اختارت حيوان اليف تاخده معاه، فبتعرفوا ان زي ما اختار كتاب بدل من اسلحه زي ما كل اللي موجودين هنا اختاروا. وبيسالها جورينج لو كانت تعرفه، فبيتفاجئوا انها نفس الست اللي عملت معاه المقابله يوم ما قرر يتطوع ويدخل السجن، وبتعرفوا انها كمان دخلت السجن للتطوع زيه بالظبط، لكنها ما كانتش تعرف ان في ناس بتموت هنا. ولما بيسالها جورينج عن عدد المستويات اللي موجوده في الحفره، بتقول له انهم بيكونوا 200 مستوى، فبيعرفها ان المساجين اللي بيكونوا في مستويات منخفضه مش بيوصل لهم اكل، وده اللي بيخليهم يقتلوا في بعض. جيري بتفهمه ان كل الناس اللي في المستويات دي هيحصلوا على الاكل لو كل واحد اخد الكميه اللي تكفيه بس، وبتلمح ان جورينج يمكن موجود هنا عشان يحقق العداله دي، فبيقول لها انه مش عايز يغير اي حاجه، وان كل اللي يهمه انه يطلع من المكان ده حي. وبتنزل منصه الاكل وبيلاحظ جورينج ان جيري بتاكل كلبها، وبعدها بتحضر طبقين من الاكل، وبتعرفه انها بتاكل يوم والكلب بياكل اليوم اللي بعده، وانها بتعمل كده علشان كل واحد ياخد حصته من الاكل ويتبقى اكل للمستويات اللي تحت. جورينج بيخوفها من احتمال اطفال كتير تموت من قله الاكل، لكن جيري بتاكد له ان اداره السجن ما بتسمحش بدخول الاشخاص اقل من 16 سنه، ولما بينزل الاكل للناس اللي تحت بتطلب جيري منهم ياكلوا من الطبقين ويعملوا 2 غيرهم للناس اللي بعديهم، لكنهم مش بيهتموا بكلامها وبيفضلوا ياكلوا الكميات اللي هم عايزينها. وبيقول جورينج لجيري ان كل اللي بيحصل ده عكس ما اداره السجن عايزه، وان ما بيكونش هدفها ان المساجين تتعاون مع بعضها، لكن جيري بتعترض على كلامه وبتقول له انها اشتغلت مع الاداره دي لمده 25 سنه وانها منظمه جدا وبتعاملهم كويس. بيعرفها جورينج انها بتقول كده عشان هم سابحين ليها انها تفضل في الادوار العاليه وكمان تختار شريكها في الزنزانه. ويعدي يوم ورا يوم وجيري بتفضل تعمل نفس اللي بتعمله كل مره، وتحضر طبقين وتطلب من اللي تحت ياكلوا على قد احتياجاتهم ويسيبوا الباقي للي بعديهم. ولما بيزهق جورينج من خناق جيري معاهم كل يوم بيروح بيقول لهم انهم لو ما كلوش اللي يكفيهم وبس هيعمل حمام على الاكل كله، وانهم كده كده هيضطروا ياكلوا منه. وفعلا المساجين بيتراجعوا عن اللي بيعملوه فورا. وبعد اسبوعين بتنزل منصه الاكل وعليها ميهارو وهي فاقده الوعي، فبيشيلها جورينج بسرعه هو وجيري وبيحطها على السرير. ولما بتقول ميهارو انها حاسه بالبرد بيفتكروا انها بردانه فعلا وبيغطوها، لكنهم بيحسوا ان درجه حراره الزنزانه نزلت بشكل مفاجئ. فبيعرف جورينج ان لسه في حد محتفظ بالاكل، وبيلمح قطعه من اللحم في بق الكلب فبيجري وراه وبياخدها وبيرميها بسرعه في الحفره، وبعدها كل حاجه بترجع طبيعيه. وبيصحى جورينج على صوت ميهارو وجيري وهما بيتخانقوا، فبيتدخل ما بينهم وبيعرف ان ميهارو قتلت الكلب بتاع جيري.
الصبح بتنزل ميهارو مع المنصة، وجورينج بيعرف جيري ان ميهارو بتعمل كده عشان بتدور على بنتها، فبتفاجئوا جيري انها لما جت الحفرة كانت لوحدها ومعهاش اي اطفال، وبتبدأ تحكي لجورينج عن قصتها وانها فضلت 8 سنين بتساعد الناس في دخول الحفرة دي، لكنها بتأكد له انها ما كانتش تعرف عن اللي بيحصل جواها، وبتقول كمان انها مريضة سرطان، ولما حست ان المرض خلاص هينتصر عليها قررت تطوع وتدخل السجن بنفسها عشان تساعد الناس، لكن بعد اللي شافته جوه ما بقتش مهتمة بأي حاجة خلاص. وبيوصلوا لآخر يوم في الشهر وبيكون قاعد جورينج بياكل، اما جيري بتبقى نايمة على السرير، وبيطلب منها جورينج انها تاكل لان ده آخر يوم في الشهر وهم مش عارفين مصيرهم هيبقى في اي مستوى، وبترفض جيري الاكل، وده لانه بيكون يوم اكل كلبها. وفي المستوى رقم 202 بيفوق جورينج، ووقتها بيفهم ان عدد المستويات اكتر من ال 200 مستوى اللي جيري كانت فاكره انهم موجودين، وبيتصدم جورينج لما بيلاقي جيري انهت حياتها وشنقت نفسها. وبتيجي لجورينج هلاوس وبيتخيل تيري وجيري معاه في الاوضه وهما بيحاولوا يضغطوا عليه في انه ياكل من جثه جيري، وبتيجي جيري وتقول له انها سابت له جسمها كهديه عشان ياكل منه، في حين انها كان ممكن ترمي نفسها في الحفره زي ما الكل ما بيعمل، لكن جورينج بيصمم انه مش هيعمل كده وانه هيستحمل الجوع مهما حصل. وبيعدي وقت وبيكون جورينج خلاص مش قادر من شده الجوع، فبيقرر يقطع ورق من الكتاب اللي معاه وياكله. ومع نهايه الشهر جورينج بيتخيل وجود تيري اللي بيفضل يقنعه ياكل من جثه جيري علشان يعيش، وفعلا جورينج بيبدا يقطع من جسمها وياكل. وبيصحى جورينج وهو مبسوط لما بيلاقي نفسه في المستوى السادس وبيكون معاه ميهارو في نفس الزنزانه، وفجاه بتمسك ميهارو السكينه وبتهجم عليه، لكن جورينج بيطلع انه كان بيحلم وان شريكه في الزنزانه شخص اسمه بيهارت، وبيكون بيهارت فرحان جدا انه في المستوى السادس، وده مش عشان هيقدر ياكل كميات هائله من الاكل، لكن عشان هو كده وصل لمستوى يقدر يهرب منه عن طريق الحبل اللي معاه. وبيقول بيهارت للناس اللي فوق انه هيرمي لهم الحبل وبيطلب منهم يساعدوه يطلع لفوق، وبيوافقوا فعلا وبيرمي لهم الحبل، لكن على اخر لحظه بيهارت بيفقد توازنه وبيقع وبيكون خلاص على حافه الحفره، وبيجي جورينج وبيمنعه من السقوط، لكن الحبل بيكون وقع تحت مع الاسف. وبيزعل بيهارت جدا وجورينج بيواسيه وبيقول له انه كويس انه لسه عايش وبخير. وبعدها بتيجي تهيؤات لجورينج من تاني، والمره دي بيقول له تيري انه نجح وقرب يوصل وان خلاص كلها شهر ويخرج، لكن اللي بيحصل ما بين المساجين مش هيتغير، وكمان جيري اللي بتظهر وبتفكره ان وجوده هنا ليه سبب. بيفكر جورينج في كلامهم وبيروح لبي هارت يقترح عليه انهم ينزلوا لكل المستويات اللي تحت يوزعوا على الناس الاكل اللي يكفيهم وبس، لكن بي هارت بيقول له ان ده مستحيل يحصل وانه بكده بيعرض حياته للخطر، وانه حتى ما يعرفش عمق الحفره دي وهتوصلهم لفين. لكن جورينج بيفهمه انهم هيصنعوا اسلحه ينزلوا بيها، وانه كان في المستوى 202 قبل ما يجي هنا، وانه لاحظ مستويات تانية تحت منه، وبيخمن ان عدد المستويات في الحفره بيكون 250، وانهم لو ما عرفوش يخلوا كل الناس تاكل هيرجعوا تاني لما المنصه تطلع لفوق. وبعد تفكير بيوافق بيهارت انه يساعده، وفعلا تاني يوم بيكسروا حديد السرير وبيستعملوه كاسلحه وبيقفوا على المنصه وبيستعدوا للنزول. وفي المستوى رقم 7 بيقول بيهارت انهم جايين يوزعوا حصتهم من الاكل وهيمشوا من غير ما يأذوا اي حد، وفجاه بيعترض جورينج وبيعرفه انه مش هيعمل كده الا بعد المستوى 50، لان الناس اللي قبل المستوى ده كلوا بما فيه الكفايه ويقدروا يصوموا النهارده وانهم هياكلوا بكره. وفعلا بينفذ بيهارت كلام جورينج، ولما المسجون بيحاول يقرب من الاكل بيضربه بالحديده وبيمنعه، وبيفضلوا بقى على الوضع ده في كل مستوى بيهددوا اللي فيه انهم ما يقربوش للاكل والا هيقتلوهم، لغايه لما بيوصلوا لزنزانه راجل عجوز وبيطلع انه عارف بيهارت، ولما بيسالوا جورينج عنه بيعرفوا انه بيكون رجل حكيم، لكن الراجل بيغضب جدا وبيطلب منهم ينزلوا من على المنصه لانهم بيكونوا دايسين على الاكل برجليهم. فبيفهموا بيهارت انهم بيحاولوا يوصلوا اكل للناس اللي في اخر الحفره، وبيعجب اول راجل باللي بيعملوه، بس بيقول لهم ان لازم رسالتهم دي توصل للاداره، وانهم كمان لازم يعرفوا ان العداله بتكون اتحققت ما بين المساجين اللي هنا، وبيسالوه هيعملوا كده ازاي، فبيقترح عليهم يختاروا طبق يكون شكله شيك من الاطباق دي ويحتفظوا بيه لاخر مستوى على نفس حالته، ولما تطلع المنصه والاداره تشوف ان محدش جه جنب الطبق ده هيفهموا ان بكده التعاون فعلا حصل ما بين المساجين اللي في الحفره. وفعلا بيسمعوا كلامه وبيختاروا طبق من الحلوى ويحاولوا يحافظوا على ان محدش يقرب له، وبيكملوا في منع الناس عن الاكل لغايه لما بيوصلوا للمستوى 51، ومن هنا بيبداوا يوزعوا حصص الاكل على المساجين وبيدوا كل مسجون كميه الاكل اللي محتاجها، وفعلا بينجحوا انهم يخلوا كل الناس تاكل من الاكل اللي موجود على المنصه. وبيوصلوا للمستوى 250 وبيتفاجئوا لما بيلاقوا المنصه لسه بتنزل، وبيعرفوا وقتها ان لسه في عدد تاني من المستويات، وبتفضل المنصه تنزل وبيكتشفوا ان كل الناس اللي في المستويات دي ميتين والمنصه مش بتقف عندهم، لغايه ما بيوصلوا لزنزانه فيها ميهارو وهي بتصرخ ومسجون ضخم بيكون بيهجم عليها بقوه، وبيروح جورينج ينقذها وبيضرب الراجل، وفجاه بيجي مسجون تاني من وراه بالسيف علشان يقتله، لكن بيهارت بيزقه بسرعه وبيتصف جنبه، وبعد القتال ما بينهم بيقدر بيهارت في الاخر يطعنه بالسيف، وبيكون الراجل الضخم قدر يتغلب على جورينج وعلى وشك ان يقتله خلاص بيجي بيهارت وبيفصل راسه عن جسمه، وبيطلعوا من القتال ده احياء، لكن بنكتشف ان ميهارو بتكون ماتت، وبيزعل جورينج جدا عليها وبيفضل قاعد جنبها، لكن بيهارت بياخده بسرعه قبل ما المنصه تنزل وتسيبهم، وبتفضل المنصه تعدي على باقي المستويات اللي بيكون كل اللي فيها عباره عن جثث، لغايه ما فجاه بتقف المنصه عند المستوى 333، وبيفهم جورينج وبيهارت ان ده بيكون اخر مستوى في الحفره، وبيلاحظوا وجود شخص تحت
تحت السرير، فبيروحوا يشوفوه وفجأة بتنزل المنصة لتحت في مكان مظلم وعميق، وبيطلب جورينج من بيهارت يرمي طبق الحلوى بسرعة علشان يوصلوا رسالتهم. لكن الغريب ان حرارة الزنزانة ما اتغيرتش رغم انهم محتفظين بالطبق، وفجأة بتطلع طفلة من تحت السرير وبيخمن جورينج انها بتكون الطفلة المفقودة بنت ميهارو، وبيطلب من بيهارت يديها الطبق تاكل منه، وفعلا بتاكل الطفلة الحلوى وبيقعدوا هما التلاتة في الزنزانة. وبالليل في هلاوس جورينج بيظهر تيري وميهارو ومعاهم جيري، والغريب ان بيهارت هو كمان بيظهر وبيفضل يقول لجورينج ان الطفلة بتكون هي الرسالة. وبيفوق جورينج وبيكتشف ان بيهارت مات من الإصابة اللي كان فيها. وتاني يوم بتوصل منصة الأكل للزنزانة، وبيقرر جورينج ياخد الطفلة وينزل معاها لآخر عمق في الحفرة، وفعلا بتفضل المنصة تنزل في عمق مظلم جدا لغاية لما تقف أخيرا. وفجأة بيظهر تيري اللي بيقول لجورينج انه نجح ورحلته كده انتهت، فبيرد جورينج بلسه وانه هيطلع مع طفلة، فبيفهمه تيري انه مش هو الرسالة وان الطفلة هتطلع لوحدها. فبيودعها جورينج وبينزل يمشي مع تيري بعيد عن المنصة، وبيعرفوا وقتها ان الطفلة دي بيكون اسمها مالي، وبتطلع المنصة بمالي استعدادا لوصولها للمستوى 0 وتقديم الرسالة. والجزء الاول هنا بيكون خلص يا صديقي، لكن هل الطفلة هتقدر توصل فعلا؟ وايه اللي هيحصل لجورينج؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك في القناة. سلام.